عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 بسفر رمضان. بص بقى عاملين الاكل شكله عامل ازاي؟ تحفة التحفة. عايزة اوريكم كل الطريقة خطوة بخطوة. والنهارده مفاجأة طبعا عشان جايب لنا ناس حبايبنا قوي 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 وعزيزة على قلبنا كمان كلنا حتى انتوا كمان. يلا بسرعة على المطبخ نشوف الطريقة. بصوا بقى، وانا بمنتج الفيديو لقيت ان في صوت وفي زعيق وحاجات كده، فانا محبتش احط لكم الصوت ده. كان في صوت بايظ وحاجات كده، فانا قلت اعمل لكم فويس اوفر عشان ماما نايمه وكده. فاحنا هنا حاطين الفراخ والديك الرومي في ميه وملح وليمون علشان الزفاره والحاجات دي. تمام، وهنبدا التتبيله بتاعتنا. اول حاجه معانا طماطم ومعانا بصل ومعانا فلفل ومعانا ليمون ومعانا فصوص توم ومعانا زبدية والتوابل. فاحنا نبدأ نضربهم في الخلاط او في الكبة علشان نعمل التتبيلة اللي احنا هنحطها على الديك الرومي. فعشان الكمية معانا كبيرة احنا بنعمل كمية كبيرة والكبة صغيرة، فهنعملهم على مرتين. بصوا كده، هنسلك بس البتاع علشان من تحت كان ماسك. تمام، وهنبدأ نخلطهم تاني مع بعض. انتي ممكن الاسهل عليكي تعمليها في الخلاط على طول، بس لما بتبقى في الكبة برضو بتبقى حلوة اوي. بعد كده هنحط بقى الزبادي، او احنا حطينا توم كمان فهنحط الزبادي. هنحط معلقتين بس زبادي لحد ما نبدأ نحط المعلقتين التانيين في المرة اللي جاية. وهنحط التوابل معانا هنا ورق لوري ومعانا مرق الدجاج وملح ومعانا 7 بهارات وقرفة وجنزبيل وفلفل اسود. هنحط كل ده على التتبيلة علشان برضو مش هنحط بقى المرة اللي بعدها، لان كده كده هي هتتحط كلها على بعضها. بصوا كده، حطينا معلقة هي كانت كبيرة شوية فمش هنحط المرة اللي بعدها من صويا صوص، وهنحط معلقة من دبس الرمان اهي كده، معلقة من دبس الرمان. وهنبدأ نخلط تاني. بصوا بقى، هنفتح الكبة دلوقتي وهنحط شوية من التوابل دي. بتلاقيها عند العطار او في اي سوبر ماركت، بتبقى حلوة قوي بجد، بتدي طعم حلو قوي للتتبيلة بتاعة الفراخ. لما بتيجي تحطيها كمان في الفرن بتدي طعم رهيب بجد. هنروح بقى نعمل نفس الخلط تاني علشان بقية الكمية. بصوا معانا خلاص التتبيلة اهي جهزت، ومعانا الورك بتاع الديك الرومي. فهنبدأ اول حاجة ناخد السكينة ونغرس فيه علشان يستوي كويس من جوه لما نحطه في الفرن. بصوا كده بالظبط، ومن الناحية التانية كمان. بس كده بقى، هنبدأ نحط التتبيلة عليه ونعمل له مساج كويس جدا علشان يشرب من التتبيلة. كان طعمه حلو قوي 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 في الاخر بجد. كل مرة بنعمل نفس التتبيلة دي بيطلع طعمه رهيب. ممكن تعمليها مش بس ديك رومي، ممكن مع الفراخ. احنا كمان كنا عاملين فراخ فكنا عاملينها بنفس التتبيلة. وفي ناس بتحطها على اللحمة بس احنا ما جربناهاش، بس مع الفراخ حلوة جدا بجد، مش هتندموا لو جربتوها. اهو بنعمله كده تدليك ونخلي التتبيلة تدخل في كل حتة فيه علشان تشرب من كل حاجة، يعني بجد يبقى هو جوسي كده من جوه، يبقى طعمه حلو جدا. طب ايه يا ماما، ما تخلصي يا ماما. بقالها كتير قوي بجد. بس كده خلص. هنغطيه بقى وهنحطه في الفريزر او في التلاجة. بس هنا انا كنت ناوية اساعدها يعني،
وهعمل تدليك لبقية ده الصدر واحنا مقطعينه علشان يستوي كويس. فكنت بحاول والله، كنت بساعد يا حماتي والله، بس طلع في الاخر في بتاع دخلت في عيني واحمرت جامد ووجعتني، فانا سبت الماما وماما اللي كملت. فيا جماعه بقى من مكاني هذا انا بقول محدش يتجوز، لان الجواز متعب. يعني ايه اقعد ادلع في الفراخ كده واقعد ادلكها ومش عارف ايه؟ ليه يا حماتي؟ انا مش عايزه اتجوز يا حماتي. لو في واحده عايزاني لابنها انا مش موافقه عشان انا مش قادره. بص هنا بقى كنت دي اخر حته انا كنت عملتها، لان كنت بتاع دخلت في عيني كانت بتوجعني اوي بجد. لا ده في حته كمان، طب والله شطوره اهو، عملت كمان حته. بس ماما اللي هتكمل في الاخر يعني، عادي تلاشوا الموضوع ده كأن انا يعني انا وماما واحد مش مهم. بص يعني عليا والله، حسدوني اول ما مسكت البتاع. بص هنا ماما بقى حطيتهم كلهم، وهتحط عليهم التتبيله ونقعد برضو ايه ندلك فيها شويه كده، نعمل لها مساج. تمام حلو جدا بجد، لون التتبيله دي حلو قوي. بصوا بقى احنا ممكن نتبلها كده من بالليل لحد الصبح، او ممكن تعمليها قبليها بساعتين، بس بتبقى احلى لما تسيبيها قاعده في التتبيله بالليل. احنا كده خلصنا، هنحط بقى الطبق ده في التلاجة، مش في الفريزر زي ما انا قلت، لا في التلاجة علشان لحد بكره، وهنبدأ برضو نعملها معاكم. مش فاكره والله ماما كانت بتقول ايه، بس يعني ده ملخص الكلام. بصوا هنا بقى كان تاني يوم الصبح، كان بعد ما الورك خرج من التلاجة، هنحطه في الصينية دي عشان على قده، عشان الصينية التانية تاخد بقية الحاجات. تمام هنحط نفس التوابل اللي انا وريتها لكم عليه، وهنفضل برضو ايه نعمل له مساج كده بيها شوية، عشان بتبقى طعمها خطير بجد من الناحيتين. بصوا زي ما هي بتعملها كده بالظبط. بعد كده بقى هنجيب ورق الفويل ونغطيه، نبقى مسخنين الفرن قبل ما نحطه، تمام علشان ما ينشفش تقريبا، والله ما عارفه بيقولوا كده ليه، بس هي كده يعني مش عارفه. بصوا تلاشوني عادي يعني، بصوا خدوا مني المعلومه من غير ما تعرفوا لي. هنغطيها بقى كويس علشان البخار، تمام وهنحطها في الفرن. هنا بقى كان معانا الصدر اللي احنا مقطعينه، تمام ده كيس حراري بنجيبه برضو من عند العطار، هنبدأ نحط فيه الحاجات اللي احنا مقطعينها، تمام زي ما هي بتحط كده بالظبط. شاطره يا ماما والله، والله بصوا ماما شاطره جدا. بننزل منها التتبيله كده عشان ما نحطهاش بيها. بعد كده هنحط برضو توابل من الكيس، تمام برضو هندلكها شويه، نقعد نقلبهم كده في بعض علشان كل حته تاخد من التوابل. بصوا كده لونها حلو جدا، والتتبيله بتاعتها حلوه جدا، وبجد لو عملتوها مش هتندموا. وانتوا بتتفرجوا بقى اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان الفيديو يعلى ونبدأ نعمل فيديوهات تانية، لان احنا وقفنا بس رجعنا تاني يعني. بصوا بقى البتاعه دي اللي بتقفل الكيس الحراري هنقفل كده ونطلع منه الهواء كويس جدا، ونروح قافلينه. وبرده الفرن هيبقى متسخن قبل ما نحطه، هنقفله كويس علشان البخار، مش هنحط ولا ميه ولا اي حاجه في الصينيه، هيتحط زي ما هو كده. تمام ماما كانت بتقول نفس الكلام اللي انا بقوله. هنا بقى كان معانا حله فيها ميه، هنحط فيها ورق لوري، وهنحط فيها عود قرفه، وده
حاطه فلفل اسمر وعود قرفه اسمه ايه ده، جنزبيل وقرفه تانية سايبه. تمام. ايه تاني بقى يا ماما؟ هنحطهم 2 مرقه دجاج، يبقى كده ورق لوري وعود قرفه وجنزبيل وفلفل اسمر ومرقتين دجاج، تقريبا ناقص حاجه، وقرفه تانية سايبه. هنجيب بقى الفراخ، احنا برضو كنا تبلنا الفراخ دي بنفس التتبيله، هنحطها في الميه عشان تتسلق، عشان ما يكونش كل الاصناف شبه بعض، يعني هنغير شويه. دي هتبقى محمره. بصوا كده بتستوي بقى، نحط بقية حاجاتها معاها، وهنحط بصلايه وطماطمايه وجزرايه ونقطعهم كده. تمام. ماما كانت بتقول عشان الزفاره، انا بقى مش عارفه، بس هو عشان الزفاره. هنحط الملح بتاعنا ونقلب كويس. والله يا جدعان تسلم ايدي، عشان انا عامله المونتاج وقاعده بعمل لها فويس على البتاع، عشان الفيديوهات ما كانتش حلوه. والله العظيم بنت صالحه جدا بجد. عايزه اقول لكم طبعا بقى ان البابا جوه مربوك ومقلوب، بس عايزه اقول لكم بص انا خلصت ايه. ادي الفراخ اللي كنا بنسلقها مع بعض، قولي بعد الحقيقه التسبيك ليه؟ قولي الحقيقه ليه؟ عشان ام عبده زوقت معايا. مين اللي رفعك لك بصوا يا جماعه، ادي كمان الورك الديك الرومي، وادي كمان عايزه الصدور اقول اللي لكم احنا الريحه عملناها. تحفه. لسه بقى طبعا قاعدين مستنيين المغرب يا عيني، قاعدين مستنيين المغرب. الريحه تحفه، قسما بالله تحفه. صح؟ طبعا عرفتوا مين معانا بقى في الفيديو. معانا عبده بعد التجديد. نسيت اقول لكم. طب اعرف اجيبه ازاي؟ انا عايزه اقول لكم انت اللي قلتي عصابه للعيله الشايه صح؟ صح كده؟ ومدخله على عصابه كمان. وبكده بقى احنا نقدر نقفل الفيديو ايه بتاعنا. تقفل ايه؟ اقول لكم ايه، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وهنحط بقيه السفره وهنجيب. يلا سلام. وبس بقى يا جماعه، دي كانت السفره بتاعتنا، وانا اللي راسه السفره دي على فكره، فقولي رايكم. والله العظيم انا شطوره جدا، يعني قاعده برضو بعمل لكم فويس علشان ما تزهقوش وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. ودي الحاجات اللي احنا عملناها، بس طلعت شكلها حلو جدا. وعملنا كفته، طبعا ماما اللي عامله، بس انا صبيت العصير. تمام. فقولي ان انا شطوره يا دكتوره وشطوره. ده ايه ده؟ متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتكتبوا لنا تعليقات حلوه علشان نعمل لكم فيديوهات تانية كتير. لو الفيديو ده عجبكم قولوا لنا برضو في الكومنتس. وبس كده، باي.